سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك بالتفاح كيجي رائع في المذاق وسهل في التطبيق. فغادي نخليكم مع المقادير. اول حاجه غادي نحتاج لاربعه الحبات ديال التفاح اللي كيكونوا منقيين ومحيده لهم هذاك اللب ديالهم ومقطعوهم لطريفات رقاق. كنحتاج كذلك واحد 80 غرام ديال الدقيق الابيض، فاني، خماره. كنحتاج كذلك جوج بيضات، عندي 20 غرام ديال زيت زيتون. فبالنسبه لزيت الزيتون ما كتكونش النسمه ديالها نهائيا في هذا الكيك. وعندي 80 غرام ديال السكر حبيبات، وممكن ديروا اقل. وعندي واحد الحك ديال ياغورت يكون طبيعي. في واحد الاناء كنضيف كندير فيه البيض والسكر والفاني، وغادي نخلط الكل بالخلاط الكهربائي او لا بالخلاط اليدوي. وهنا البنات من بعد ما خدمت الخليط الاول مزيان فكنضيف زيت الزيتون وكنخدمهم كذلك حتى هما واحد شويه دائما بنفس الضرب. من بعد غادي نضيف الياغورت اللي عندي طبيعي بدون سكر، كنضيفه وكنخدم حتى هو شويه يعني بالخلاط حتى كينسجم ليا مع الخليط الاول. صافي هنا غادي نحيد الخلاط الكهربائي، وهنا غادي نضيف ديك الخميره على الدقيق اللي عندي. بالنسبه للوزن ديال الخميره 8 غرام، وكنضيفهم على جوج ديال الدفعات. كنضيف واحد شويه نص ديال الكميه وكنخلط، وكنعاود نضيف الكميه المتبقيه عندي وكنخلط مزيان حتى ما كتبقاش ديك الحبيبات ديال الدقيق نهائيا في داك الخليط. فهنا بالنسبه للدقيق يكون خاص بالحلويات ويكون مغربل. صافي كنخدموهم مزيان. من بعد كنضيف التفاح اللي سبق لي عصرت عليه واحد شويه ديال الحامض باش ما يتغيرش اللون ديالو، وكنخلطو. هنا كنخلط مع الخليط الاول يعني حتى داك التفاح كيتلبس بالخليط ديال الكيك. ومن بعد كنجيب هنا عندي واحد الاطار كنلبسو بالورق ديال الطبخ، بالورق ديال الفرن، وكنكب عليه الخليط ديالي وكنستفو مزيان. يعني كان داك الوجه الفوقاني الا كانت شي حبه ديال التفاح اللي هي طالعه ولا واقفه فكنعسهم بديك سباتولا مزيان، يعني كنقاد الوجه ديال الكيك كامل. بالنسبه للعبار فتقريبا عندي واحد درت في الاطار واحد 18 حتى ل 20 سنتيمتر، يعني ما تفوتوهاش باش يجيكم العلو ديال الكيك يجي هو هذاك زوين. وحتى في الذره يعني كتجي بين وبين، يعني كتجي متوسطه. صافي من بعد ما قديت الكيك كنجيب هنا شويه ديال اللوز ايفيلي وكتيبقى اختياري، كنديروه على الوجه ديال الكيك. في هذا الاثناء تيكون الفران بطبيعه الحال شاعل يعني من قبل، وكندخلوا الكيك ديالنا الفران كنقصوا ليه العافيه وكنخليوه على يطيب على نار مهيله حتى كيطيب وكيتحمر لينا، كياخذ لينا داك اللون الذهبي. وتنخرجوه وكنخليوه حتى كيدفى واحد شويه وكنزولوه من الاطار فهو راه كيتحيد بسهوله. هنا بالنسبه لهاد الكيك فضروري هذاك الورق ديال الطبخ باش ما تلصق لكمش الكيكه في المول او لا توحلوا معها. فمن الاحسن لبسوا الاطار بالورق باش تجيكم سهله. هنا قطعت معكم واحد المرصو باش تشوفوا كيفاش جات، فانا ما خليتهاش تبرد نهائيا دغيا قطعتها. فكتجي رائعه في المذاق، كتجي في المنظر زوينه وفي المذاق اكثر. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، الصراحه كتجي زوينه زوينه بزاف. وغادي نخليكم هنا الى حلقه اخرى ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.